عندي لحمة مفرومة وصراحة كنت محتارة بعمل الترند اللي كل العالم هابة فيه هلا ولا بعمل شي تاني. وقلت لا يا نور، عملي سندويشات سجق بالبيت طيبين بشهوا وبأسهل طريقة وأطيب فقرة. شوفوا كيف محمصة من تحت، يا هيك تعملوا سجق بالبيت يا كلوها برا. ولا تحضروا خلطة السجق بالبيت بدكن لحمة مفرومة، ثوم، بصل وبندورة، ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة وملعقتين كبار من بهار السجق، فلفل أسود، ملح، زيت زيتون، كزبرة يابسة وكمون، ومنخلطها كتير منيح. وهيك خلطة السجق جاهزة. ولا أطيب صوص ممكن تحضروه مع هيدي الخلطة: مايونيز، خردل، لبن، كبيس مقطع مع شوي من مية الكبيس، فلفل أسود ورشة ملح. وهيدا هو سهل ومن دون فزلكة. وهلأ بتجيبوا خبز لبناني وبتفردوا خلطة اللحمة اللي حضرناها بالسمك اللي انتو بتحبوه على كل خبزة، وبمقلاية حامية شوي زيت، وبنقلبها بهيدي الطريقة. إذا عندكن تقل تحطوه فوقها فيكم، ولا تقلبوها للجهة التانية استعملوا صحن مثل ما أنا عملت، وبتحمصوها من الجهتين بتطلع معكن بهيدا الشكل. بندورة، الصوص اللي حضرناه، إذا بدكن اكسترا كبيس فيكن. وهيك بتكونوا حضرتوا أطيب ساندويش سجق بالبيت وبطريقة كتير سهلة وطيبة. وأهم شي لتضل كريسبي معكم من تحت، حطوها على شبك أول ما تشيلوها من المقلاية كرمال ما ترطب من تحت. بعد وحدة، هيدا الصوص كتير بحب حضره أنا مع السجق، ولازم بندورة.